السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل خوي. لا ترى شوف لي حسابي يا ولدي قداش يطلع. حسابك هيك يا عمي ان شاء الله 25 دينار بس. والله لا 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 25 دينار وين صار الضرب هذا؟ في ورشفانة. كيف؟ لا شيء قصدي اي ضرب، ما فهمتش قصدك بس يا اخوي. قصدي على اسعار هذه اللي بدت نار. وين ماشيين بها انتم التجار؟ اخوي اخي في الله، الاسعار زينا زي اي محل تاني. بلا امتى اخر مرة شريت حاجة؟ امس غرة نحب ننفخ راسكم لاني مكسد. نعم. قصدي نفختوا لنا روسنا، يعني الاسعار مش معقولة عاد. واحد يفطر فطورة 25 جنيه. عمو تحسدني انا حاطط تسعيرة وشاد النفط وقاعد نرفع في الاسعار على كيفي. انا ايش ندخلني؟ حتى انا نخدم في مكان زي هذا 8 ساعات في اليوم ونلاقي في اشكال زيك نتحمل فيها ونجامل فيها، وعلى خاطر شيني 500 ولا 700 جنيه في اخر الشهر. المشكلة كان ارتفع لي الضغط بسبب اشكالك. المرتب هو مش حيجيب حتى حق دواء الضغط متاعي. لهذا لو سمحت يا اخوي، لو مش عاجبتك اسعاري خلي لي بضاعتي وامشي لي محل تاني يشتري منك، لان انا ماليش علاقة بارتفاع الاسعار. بنقول لك احسبهم لي ب 20 دينار بس، احسبهم لي. السيناريو اللي فات مقتبس عن قصة حقيقية للأسف. خير شباب، شنو حالكم؟ شو اخباركم؟ شنو اموركم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم نحكي لكم على احد اسباب انقطاعي على اليوتيوب، طبعا بعد الكتير، وبنحكي لكم شويه مواقف صارت لي في الاماكن اللي خدمت فيها. وشد لي رقبتك انت وياي، لان احتمال تنكسر بسبب المواقف المستفزه اللي بنحكيها. المهم لو جيت بتخدم في ليبيا فلازم يكون بالك واسع اوسع من المحيط الاطلسي على الكبرى، لان اي شيء يصير من سوق البورصه العالميه وتداول العملات ومشاكل البيئه والغذاء في العالم وارتفاع الاسعار، هذه المشاكل كلها راح يحشاها الزبون في راسك انت. انت الانسان اللي قاعد تشتغل في محل وخلاص بمرتب يوصلك كل نهاية شهر. انت السبب في ارتفاع الاسعار. كيف؟ الله اعلم. وفي نوع الزبائن الثاني اللي حسابك بتضحك عليه، حسابك بتتحول لايلون ماسك كان بعت له باكو جبنه ب2 دينار بدل دينار و75. هذا غير نوع اللي يقول لك اسمع هذه ب 10 دينار احسبها لي بدينار بهي. وات؟ كيف؟ شنو اللي يحسبوا لك بدينار؟ لا اكيد لا، برا روح. هيك بتخسر زباينك يا اخوي. انا لما جبتك انت كزبون راح نكون خسرت اصلا، وايه شكرا، ما نبيش زبائن زيك نبي نخسر. الانواع هذه حتقابلك 5 مرات في اليوم كان خدمت. لكن تعرفوا اسوأ نوع فيهم شنو هو؟ اكثر نوع يخليك تخسر حياتك وفلوسك، اسوأ نوع بينهم كلهم اللي يطلبك بالدين. يجي يقول لك لا عيب عليك يا رجل، انا اكبر منك تو ما اجيب لكش فلوس. في النهايه بناكلهم انا زقوم في بطني، بنتحاسب بيهم يوم الاخر. هم قداش 5 جنيه ولا 20؟ في الاخير للاسف يطلع ياكل في زقوم مشوي بالجمر متاعه. ولو كنت تخدم في محل وجاك واحد قال لك انا ولد خالت بنت خالت امك نعرفها ونبي ناخذ بالدين، يعني لو سمحت مش هلبة بس ب50 دينار، قول له لا جايك سامع بيك ما نعرفكش. احنا مش ولاد حرام راهو اخوي، ما ناكلوش في الزقوم الحرام. انا ما نعرفكش، مش معاشرك، مانيش مناسبك. انا مرات تطلع تتعشى وتتغدى في زقوم وانا ما نعرفش. هي هيك قصدك 100 معرفة التريس كنز راه. برو انا لو كان عندي كنز كنت حتاخذه مني، اما كنز حنحصله بمعرفتي بيك. تعرف والله قديش عندي نية اناقش واحدة بهذا الشكل. عموما انا عن نفسي خدمت في هلبة مكانات، ومع هذا الوالد يقول لي قاعد راقد زي البنت. المهم اول مكان خدمت فيه كان في مطعم، وخدمت قرصون او سفراجي ولا مش عارف شو نسموه فيه. والمكان اللي خدمت فيه كان يعتبر راقي نوعا ما. فاول ما طلبت نخدم عندهم طلب مني نلبس كندرة وسروال اسود وبلوزة بيضة او زرقاء. المهم بديت اول يوم خدمة من الساعة 7 الصبح، مسحت الصالة، رتبت المشروب في الثلاجات وكل شيء تمام في اول ساعات من اول يوم. لين يجي المسؤول على المطعم والمحاسبة، هو كان سوري ولا تركي مش عارف ما نتذكرش بالضبط، لكن اول ما وقفت عليه قال لي اسمعوا لا، لو بشوفك بتقعد ولا تروح الحمام ولا حتى ما بتوقف طريقة منيحة بسحب شبريتي وبخلص عليك قدام الناس. ما بدنا حريمات بهذا المطعم، فهمت ولا؟ اوكي هو ما قالش هيك بالضبط، لكن انا هذا اللي فهمته من طريقة كلامه. الزبدة ان الوضع كان زي العسكرية، واصلا هذه اول مرة اني نخدم فيها، وتعذبت عذاب ما تتخيلوش، لدرجة اني باش نقعمز ندخل للحمام. ومع ذلك لو تأخرت يبدأ يعيط علي يقول لي فينك ولا حريمي؟ هيك لكان هربان من شغلك. يا اخي انا في الحمام ولبي نداء الطبيعة، تبيني نغير روحي بيولوجيا باش نرضيك ولا كيف؟ ونتذكر بعدها بيومين بالضبط جابوا معايا واحد مغربي محترف الله يبارك، تلقاه واقف بزاوية 90 لابس حوايج بحق خدمتي لمدة سنونه اول ما يضحك تنفجر في عيونك قنابل ضوئية، يرفع في 5 صحون في مرة، هيت ما طاح معايا في المطعم. وفوق هذا كله مرة وقفت عليه كلمته قال لي انه يتكلم فرنساوي وانجليزي. برو انت تعال اعطينا محاضرات في الكلية احسن منك تكون هنا. وفوق هذا كله خادم قرصون في السفارة الليبية قبل، ومن
ومن لما جي هذا المغربي المدير بدا يشبح لي بنظرة استحقار، عيونه يقولوا لي علاش جيت لهذه الحياة اصلا. المهم بعدين قالوا لنا حددنا لكم ربع ساعة للغداء. انا وقتها فرحت، هذا ليش انا جاي نخدم في مطعم من الاساس، نتغدى في مطعم يعني نقدر ناخذ اي حاجة نباها. المهم لقيت المغربي اللي معايا واخذ نص دجاجة مشوية ومعاها رز وسلطات وجو جميل. جيت انا بناخذ غدائي، المدير قال لي شو بتعملوا؟ لا قلت له بنتغدى يعني، مش قلت لنا ربع ساعه غداء. روحوا لا خذ شاورما من سيخ الشاورما. انا هذاك الوقت كنت نتحشم، في هذاك العمر كنت صغير شويه ونتحشم وما نقدرش نرفض اي شيء يقول، لاني للاسف ومع الاسف كنت متربي بزياده. مشيت خذيت واحده شاورما، لكن بارك الله فيه اللي يخدم على الشاورما قال لي حنعطيك شاورما نايس. وقتها بديت نفكر ليش هو ياخذ شنيبي وانا ناخذ شاورما بس، وللاسف وللمره الثانيه لاني متربي بزياده حطيت اللوم على نفسي، قلت ممكن لانه هو يخدم احسن مني فاعطوه شنيبي، فلو خدمت افضل حيعطوني شنبي. المهم وانا نحاول ندهك على روحي ونخدم احسن، ووقت اختار في بالي سؤال، قلت كيف هذا المغربي اللي معايا اللي بيرفكت معقوله يشتغل ب 500 ولا 700 دينار بس؟ المهم جيت سالته سؤال بذكاء شوي، كنا نهدرز وقلت له تعرف ان اللي يخدم على الشاورما ياخذ 120 دينار كل يوم؟ قال لي ما شاء الله 120 دينار ياخذ برشا وحنا ناخذ في 75 دينار. اوكي عارف لهجتي المغربيه مضروبه لكن حاولت. المهم للصراحه انا صعب نفهم مغربي لكن فهمت نوعا ما. جبت الزبده انه ياخذ في 75 دينار، وقتها انا كل حواسي فصلت، بديت نحسب في 30 ضرب 75 لقيت انه ياخذ في حوالي 2275 دينار في الشهر، وانا كنت ناخذ في 500 يعني ما جيتش حتى ربع مرتب. من هذه اللحظه انا عرفت ان في عنصريه في الموضوع، ومشيت بكل شجاعه للمدير وطلبت انه يزيدني في مرتبي، وقلت له مش حنقبل باقل من 1000 دينار، وعارف اني قاعد في ثاني اسبوع بس لكن 500 شويه، يما تعطيني 1000 دينار كل شهر يما حنوقف خدمه. قال لي اوكي بطل خدمه. هذه اللحظه حسيت روحي يوسلس مالياش اي فايده. المهم وقتها قلت له تمام اعطيني اللي خدمت فيهم في اسبوعين وخلي نروح. قال لي لا ما انا مش مسؤول على تخليص العمال، صاحب المطعم نفسه هو اللي يجي ويخلصك. طبعا انا خدمت اسبوعين ولا نعرف من هو صاحب المطعم ولا شفته اصلا. المهم قلت له باهي امتى يجي صاحب المطعم هذا؟ قال لي غدوه يجي الصبح. قلت له تمام حنجي غدوه الصبح وناخذ منه الفلوس. جيت اليوم اللي بعد الصبح وما لقيتاش، طول وقفت عليه بنسال المدير قال لي ادخل امسح الصاله. قلت له اول شيء انا وقفت، ثاني شيء انا سالتك وين صاحب المطعم باش يعطيني الفلوس اللي نبيهم. والله ما بعرف تعال بكره حتلاقيه. المهم قاعد نمشي كل يوم يقول لي بكره، كل يوم يقول لي بكره، لين خلاص اخلاقي حطيتها على جنب. المهم دخلت المطعم من جهه العمال واستغليت معارفي في المطعم، دخلت من اللي يشتغل على الوجبات طلبت منه زوز انفاص دجاجات محمرات وصحن سلطه كبير و4 شاورما ووجبه كانت موجوده على المنيو سعرها حوالي 150 دينار. المهم اخذت كل هذه الوجبات وقلت له شويه بس بناخذ الفلوس من السياره ونجي نخلصك. ومن هذاك اليوم ذهب ولم يعد، ما عادش قبلت وجهي لهذاك المطعم بكل. كانت احلى وجبه ناكلها من مطعم في حياتي. لو بيجي حد بيقول لي لا يا شوم هذا رزق حرام كيف تاكل الحرام؟ لا يا بابا مش حرام، انا ما خلصنيش في حق تابي وما يبيش يخلص فخلصت نفسي بنفسي. المهم هو هذا كل اللي كان عندنا اليوم، ما تنسوش الاشتراك واللايك، وما زال عندي قصص اخرى مستفزه اكثر من هذه في اماكن الخدمه الثانيه اللي خدمت فيها. فلو عجبتكم القصه والفيديو قولوا لي خلينا ندير جزء ثاني، واعرف ان هذا الفيديو قصير لكن اعتبروه فيديو العوده ان شاء الله. ومنورين شباب وشابات، تشاو. بنقول لك احسب لي ب 22 دينار بس. اي